سلام البنات، شلاكم تكونوا ملاح بعد الصلاة والسلام على رسول الله. وصفة اليوم وصفة لي تغتولات مثلثات يجيو روعة. بزاف بنان وحاجة اقتصادية ورقية في نفس الوقت. بأسهل طريقة بأبسط طريقة. يعني البنات رايحين تخرجوا هذا من لي تغتولات اللي يجيو روعة وحاجة بزاف باهية وبنينة في نفس الوقت. ولي تغتولات العجينة تاع لي تغتولات يا البنات ما تراطيوهاش بزاف روعة. عندنا 250 غرام تاع زبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، كاس تاع سكر كلاصي، حبة تاع بيض، تخلطوهم كامل مع بعض، تزيدوا لهم رشة تاع ملح ومغرفة صغيرة تاع لافاني، تلموهم بالفرينة وما تنساوش الرشة تاع الخميرة. هذه هي الغوصات تاعنا تاع لي تغتولات، اروع البنات اغوصات تاع التغتولات. ونهار تجربوها ان شاء الله راكم تفهموا على واش راني نحكي لكم. انا يا من نهار درت هذه الوصفه تاع لي تغتولات ما قدرتش نزيد نستغنى عليها، وفي كل وصفاتي تاع لي تغتولات نفسها هي. رايحه نحل العجينه تاعي، شفتوا البنات واش تكون طريه، نحلها في بابي فيلم. بعد ما حليتها بالحلالة رايحة نطبخها هذا في محل تاع الحلويات. رايحين تلقاو يجيب لكم 7 مثلثات مع القطاحة تاعهم عفوا. كي تحلوا العجينه تاعكم حلوها شويه ركيكه البنات، خاطرش لي تارتوليت انا واحده من الناس ما نحبهمش يجيو خشين، لي تارتوليت نحبهم يجيو هشاش ومقرمشين. اسمع كل وحده كيف تحبهم البنات، كل وحده كيف تحبهم دير العجينه تاعها. تقطعهم بالقطعه اللي رايحه تكون مع المثلثات هذم ليمول، تلقاوهم عند لي بوحويج الوزم الحلويات. ديرهم بهذه الطريقه البنات كما شفتم تدخلوها بالمول. يعني مره الاولى تقدروا ما كنتوا رايحين تعرفوا لها، ثانيه من ثالثه الرابعه خلاص رايحين توالفوها باسهل طريقه سهله كامل. يعني شوفوا البنات القطعه تاعها رايحه تسهل لكم كامل. شوفوا ثانيه البنات، شوفوا كيف تدخلوها باسهل طريقه، وحتى العجينه راح تساعدكم بزاف خاطرش طريه وسهله. ونحيو هذوك الزوائد كامل بالموس هذا مكان وسقموها وحطوها ثقبوها البنات وحطوها طيب في الفور. بعد ما طابت واخذت لون ذهبي رايحه نحيلها المثلثات. شوفوا البنات يتنحوا بكل سهوله. راح نبداو نديرو الكريم باتيسير اللي فيها 4 مغارف كبار تاع سكر عادي، مغارف كبار يكونوا مملوئين ممشوشين. نزيد نضيف لها 3 مغارف كبار تاع لا نشا، ثاني 3 مغارف كبار يكونوا معمرين تاع نشا، وزوج حبات بيض ومغرفة صغيرة تاع لافاني. تحبوا ليكيد ولا اي ذوق حابين ديروه في الكريم باتيسير تاعكم. تخلطوهم مليح هذا من المقادير حتى يتجانسوا، وزوج كيسان تاع حليب يكونوا راهم يغليوا على النار. بعد ما يغلي عفوا هذاك الحليب رايح نجيو نكبو شويه برك في الخليط تاعنا، نخلطو مليح ونعاودو نقلبو جميع المقادير في الطاوه ونحطوها على نار هادئه مع التحريك المستمر حتى نتعقد. كي تعقد الكريم باتيسير تاعنا راح نزيد لها مغرفه كبيره تاع زبده ونخلطها مليح ونديرها في اي طابسي نديرها بابي فيلم اون كونتاكت ونحطها في الكونجيلاتور. بالنسبه للموز هذه ولا غاناش تاع الشيكولا اللي يجي روعه تجي بزاف بنين. عندنا 150 غرام تاع شيكولا، اي شيكولا تكون نوعيه تاعها مليحه. ذوبوها تزيدوا لها نص كيس تاع حليب، كيس عفوا نص كيس تاع ماء يكون يغلي، ونص كيس تاع شانتي. البنات تخلطوهم هذه من المقادير مليح تحطوها في الكونجيلاتور. بعد ما تجمد راح تحطوها في باتر ولا البرا تتخلط مليح حتى تطلع لكم تحصلوا عليها على قوام شانتي. يعني تطلع وتجي روعه البنات، ننصحكم بها واني مديرتها لكم في لي غوسات. اللي حب يشوف لي غوسات يعني بالتفصيل انا اني مديرتها لكم على قناتي. والكريم باتيسير زدت لها كيس تاع شانتي وزدت طلعتها مليح ونتحصلوا على كريم دبلومات. شوفوا البنات لي تارتوليت اللي احنا وجدت الفاكهه اللي كانت متوفره عندي وشويه شيكولا غوفريت كانوا ثاني متوفرين عندي حطيتهم. لهنا راح نبدا ندير الكريم باتيسير. اللي حاب يديرها بلا بالباشا ديرها، رايحه نديرها بهذه الطريقه نسوي السطح تاعها. واللي حاب يديرها بالباشادو بالفوي يعني يدير اشكال هكذا ثاني رايحه تقعد اختياريه. تسمى هذه البنات حسب ذوقكم وحسب واش نتوما تحبوا ديروا. درت انا نص بالكريم باتيسير ونص بلا موس تاع الشوكولا.
بالنسبة للفاكهة أنا درت أنجاص، خوخ والكرطوس. درت عندي كرطوس أكحل وكرطوس أخضر. قطعهم يعني بهذه الطريقة. يعني لكم هذه الحاجة لكم الاختيار، ودايما وش يكون عندكم، ودايما الجود بالموجود البنات. وشوي حوايج هكذا ديروا بزاف حوايج ودي حاجة بزاف باهية، ثم غير بحاجة خفيفة برك تفرحوا خاوتكم وتفرحوا والديكم. هذه هي البنات اللي هنا درت المارشميلو. شفتوا البنات كيفاش استفت الفاكهة تاعي لهنا. هذا الكيف كات ولا كيف يقولوا له البنات، وكفرات وحبيبة الشوكولا لهنا. بالنسبة لاجولي راني حطيتها لكم في الوصفة تاعتي اللي تاخدوا ليس بالفريز. لهنا البنات ثاني تاخدوا الكريم باتيسير تقسموها على شحال ذوق وديروا كل وحدة بنكهة بالقارص بالفريز وهي رايحة. والعجينة البنات اقتصادية وسهلة وتخرج لكم كمية الله يبارك. خرجت لي 7 وخرجت لي 15 حبة من هذم المدورين الكبار. اللي بقى لي كلش مع الكريم الكاناش تاع الشيكولا اللي بقى لي كلش يا البنات حكمت كملته في هذا. البنات العجينه تاع اللي تاخذوا تاعكم طيبوها وتحطوها في بلاط في بعض عفوا في بعض وتحطوها في الفريشيدير رايحه تدوم لكم لمده سمانتين. زمان اللي عندها حفله ولا حاجه مناسبه هكذا ديرهم تحطهم في الفريشيدير. غير لي كريم برك ديروهم في هذيك الليله وغدوه ديروا الديكور. رايحه تسهل عليكم بزاف وتعطيكم كميه الله يبارك البنات. هذه العجينه انتم ما تخلصوا هي ما تخلص، والديكور لكم الاختيار ودايما الجود بالموجود. نتمنى ان شاء الله تكون كنت خفيفه ظريفه عليكم بهذه الوصفه اللي تجي روعه وتجي بزاف بنينه، ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسوناش بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس بيوصلكم كل جديد على قناه حلويات ماشا، ولايك شباب كيفكم وتعليق وبارداج لبنات شويه دعم فضلا وليس امرا. وشكرا. وما بقى لي غير نقول لكم بسلامه في الفيديو الجاي ان شاء الله.